أنا بافرح جدًا، جدًا، جدًا بالشخص اللي داخل وعارف كمان مش 10 سنين، هو عارف كمان سنة هاروح فين، و3 سنين رايح فين، و5 سنين هاعمل إيه. خلّي بالك ما هو ده نجاح الشركات اللي طوّرت من نفسها وأوجدت القوة الاستهلاكية اللي تخلّيك دايمًا في إيه، في احتياج. أكيد قوة التسويق، فكرة الفومو عندنا في التسويق إنك أنت تبني عند المتابع أو الجمهور إنك أنت عايز تلحق البراند أو المنتج ده قبل ما يخلص، أنا عايز ألحق أجربه. كان يجي مثلا كده في وقت هو موظف واحد موجود آه، وعنده مقدرة إن هو يخلص الأوردر بتاعك في دقيقتين، ماشي. فهيبدأ يتكلم معاك وياخد معاك أكتر من دقيقتين علشان خاطر أي حد يعدي يشوف فيه ناس جوه موجودة. مضبوط. فكل ما في زحمة في الموجودة في المكان، لا المكان ده شغال. بس أنا ما أعرفش هو زحمة عشان شاطر والّا هو عشان عمل الحركة دي. طبّق بالظبط. النظرية دي، كل اللي إحنا بنقوله إن الskills والمهارات اليدوية العادية الفطرية هي كُتب، هي علم. يبقى إذًا أنت عاوز تنجح زي ده، اقرا. هو اسلوب التسويق كبير وماركت التسويق والتسويق نفسه وعلوم التسويق، بصينا للتسويق اصلا هو هناخده من عصر الجاهليه، آه من ايام ما طبعًا، كانش فيه آه اصلا طبعًا. طرق معينه. هتلاقي ان هو التسويق ماشي على الطرق دي، اتحول لكتب واتحول لدراسه، وبالفعل هو اللي ناجح دلوقتي.